نواصل رحلتنا في البحث عن المخترعين. علي العويلي من ولاية الوادي، صاحب اختراع قد يقلب إحدى النظريات المعروفة في الفيزياء، بل قلب قانونا من قوانين الطبيعة ظل منذ نشوء البشرية حتما مقضيا. تفضل شدهم كلهم مع بعض لو سمحت. اوكي. وكلهم شاعلين بدون ما تنقص، كلهم 22 امبير معكم في العداد. خلاص هذه واحده. هذا موجود حوايج، لابريزه سيناه، اللمبه سيناه، بقات لنا هذه لوبسيون اللي زدتها بعد 6 شهور. الدوي هذه جاني خبر في النهار قالوا لي كان واحد فوق سلوم ولا فوق حديد وكذا عنده تماس بالارض يبدل في الدوي. الدوي كان فيها كهرباء، كان الاجل نتاعه حتما يعني طاح مات الله يرحمه. ليلتها ما جانيش نعاسه، حسبي الله ونعم الوكيل، ما رقدتش ابدا. قلت لازم ندير لها حل للمشكله هذه، ويكون اخر ان شاء الله واحد يموت بالكهرباء بالطريقه هذه. بسم الله. يعني كانت اضافه، كان تحسين هذه، كان تحسين هذه بعد 6 شهور. تفضل خلاص ما عادش يموت السيد هذا ابدا باذن الله، بشرط واحد فقط، بشرط واحد انه يركبوا الجهاز تاعي في اداره كهربائيه، يكون سيستم. بارك الله فيك. حاجه اخرى، ماهوش هذا برك، ماهوش هذا برك فقط، هذا السيد ما عادش يموت حقيقه. الله اكبر. خلاص تفضل سد يا استاذ، حط يدك، حط الداخل في الماء. خلاص ما صار والو، الحمد لله كل خير. درست عام واحد، سنه واحده فقط في مدرسه اشبال الثوره بتونس، عند معناها تحت معناها مظله معناها الدوله الجزائريه المؤقته اللي معناها نقول احنا في الجزائر في تونس. يعني السنه الدراسيه 61 و 62 ليس الا هم صنعوا القنبله النوويه، وانا نصنع في القنبله تاع حسن النيه، وهذه هي قنبله حسن النيه. نعم ربي سبحانه وتعالى وفقني، قعدت لايم على العلماء على ما صنعوش على ما صنعوش، وفي التالي ربي سبحانه وتعالى كلفني بها انا. أكيد إلى الجزائر، واختراع لمهندس جزائري اخترع جهاز لمنع الصدمات الكهربائية. اختراع مذهل تداولته كبرى القنوات العربية، فكيف كان رد المسؤولين في الجزائر؟ استدعاني الوزير عمر بن يونس هنايا بارك الله فيه على كل حال من ناحية، ولكن حبس السم معرض وكذا الى اخره. ومن بعدها بشهرين لقيت روحي في اسطنبول. علاش في اسطنبول؟ وشو السبب؟ علامات استفهام. السبب انني في الجزائر ما لقيتش من يدعمني، ما لقيتش من ياخذ رايي. مع انني قلت للوزير، قلت له في سابق الحال، قلت له بعد ما شاف الجهاز تاعي، قلت له حبيت جهازي يتصنع هنا في الجزائر، قال لي من بعد وخلى